ای شیخم شیخ شهیدان دبستان او میدان کردان آل علامت چو بهدان آشتی ریزان نبر خدان لباسم پیس کشت لقد فتح الشيخ محمد معشوق الخزنوي عينيه على الحياة لأول مرة في قرية تلمعروف جنوب شرق قامشلو في أواخر كانون الأول سنة 58 و900 وألف. ولله در أبيه أسماه معشوقا عربونا لعشقه لهذا الوليد. بدأت علاقة الشيخ معشوق بالدراسة، حيث جلس على مقاعد المدرسة الابتدائية في مسقط رأسه
تل معروف، حيث نال الابتدائية كي يبدأ رحلته التعليمية على صعيدين في آن واحد، هما الدراسة في معهد الخزنوي للعلوم الشرعية، ومن ثم متابعة تحصيله الدراسي النظامي، إذ تقدم لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية عام 74، ونال الثانوية سنة 77، ثم التحق بالدراسة في معهد إسعاف طلاب العلوم الشرعية في دمشق، والذي كان يسمى آنذاك بمعهد الأمينية، إذ قبل مباشرة في السنة الأخيرة، ونال شهادة هذا المعهد سنة 78 وبامتياز. وهذا ما حدا بإدارة المعهد لترشيحه لاستكمال دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث نال درجة الليسانس في الشريعة عام 84، ليعمل بعدها في مجال الدعوة مدرسا وخطيبا في المساجد والمعاهد الشرعية في أكثر من منطقة في سوريا، وهو ما كان يشغله عن متابعة دراسته العليا إلى وقت متأخر، لا سيما وأنه كان قد تزوج في سن مبكرة من حياته، وتحديدا في عام 73، حيث نال درجة الماجستير في العام الأول بعد 2000 من كلية الإمام الأوزاعي في لبنان عن أطروحته الأمن المعيشي في الإسلام. كذلك درجة الدكتوراه من جامعة كراتشي في باكستان عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. مضنية كانت رحلة الشيخ الشهيد، متعبة كانت، لكنه لم يكل ولم يتعب. لقد عمل أثناء تحصيله الدراسي مدرسا في معهد تل معروف حتى سنة 89 كي يبرح تل معروف دون أن يعود إليها بعد خلاف، لا سيما وأن بواكير رؤاه صارت متضحة الملامح. وقع اختيار الشيخ على مدينة إدلب كي تكون أولى محطات هجرته لأسباب كانت واضحة في رأيه، وهي حيادية هذه المدينة وابتعاد من فيها عن أي سطوة قد تنعكس سلبا عليه، وهذا ما وفر له جوا ارتاح إليه كثيرا، حيث مارس قناعاته بكل حرية بعيدا عن الصور التي هرب منها، وإن كان سيواجه صور من نوع آخر، لسيما أثناء ممارسة نشاطه خطيبا في جامع أبي ذر الغفاري ومدرسا في الثانوية الشرعية، ناهيك عن الدروس التي دأب عليها طلبة العلم في مساجد المدينة، تاركا بصماته في هذه المدينة، لسيما من خلال دعوته إلى هدم كل جدار وهمي لا يعرفه الإسلام، حيث أنه أول من افتتح معهدا لتعليم القرآن الكريم للبنات، وهو دليل على سعة أفقه ووفائه لرؤاه ومحاولته ترجمتها مهما كانت ضريبة ذلك غالية. العلاقة بين قامشلو والشيخ متميزة، إنها تشبه علاقة الطائر بعشه، إنها تشبه علاقة الليث بعرينه، الحبيب بحبيبه. ها هو ذا يعود إلى هذه المدينة بعد رحلة الغربة المريرة، بعد رحيل والده الشيخ عز الدين رحمه الله، يستظل في أفيائها الوارفة، يدفعه إلى أحيائها وشوارعها ووجوه أناسها شوق جد غريب، كي يعمل خطيبا دون أجر، وتكون انطلاقته الأولى في جامع صلاح الدين، ثم لينقل إلى الجامع الكبير، ثم لينقل إلى جامع قاسم، يلقي خطبة أينما حل. لكن نوعا آخر من الضغوطات بات يتعرض لها وبأشكال مؤلمة، فها هو لا يكل عن حمل لواء رأيه متنقلا من منبر إلى منبر، لكنه يمنع من قبل السلطات على نحو نهائي في محطة جامع قاسم، ولا يسمح له بالعودة إلا بعد سنوات كي يستأنف الرحلة في جامع سلمان الفارسي لتزداد قبضة التضييق عليه. من ثم قام بإنشاء مجمع البر الإسلامي في حي حلكو الفقير، هذا المجمع الذي سيتغير اسمه فيما بعد إلى مجمع الشهيد معشوق الخزنوي الإسلامي بعد استشهاده، وهو مجمع خطط الشهيد الراحل ليكون مسجدا ومدرسة ومستوصفا وروضة ومعهدا لتعليم اللغات والحاسوب،
وفق الله القائمين عليه لتمامه. منذ بداية وعيه حاول الشيخ الشهيد أن يخط لنفسه مسارا مختلفا، ليس ولعا في الاختلاف، بل منطلقا من رؤية خاصة به. هذه الرؤية التي استخلصها من خلال رحلة في بطون الكتب وتشكيل قناعات خاصة به تبلورت يوما بعد يوم. لقد كان الشيخ الشهيد ظاهرة استثنائية بين رجال الدين السوريين، فالشيخ الشهيد يرى أن الكرامة الإنسانية ثابتة لكل بني آدم بتكريم الله له، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون أو التابعية. ومن هنا وجب التعارف والتعاون والتكافل بين جميع الجماعات البشرية، تعاونا يقوم على الحق والعدل والمساواة، لأن حقوق الإنسان مكفولة لكل فرد ولكل جماعة كما أقرتها الشريعة الإسلامية واللوائح الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا البعد الإنساني يجد الشيخ الشهيد نفسه في خندق الدفاع عن قيم الديمقراطية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وإدانة العنف والإرهاب، ويعتبر أنه من الضروري تحطيم سلطة رجال الدين وإحياء الاجتهاد الإسلامي وفتح أبواب الإصلاح والتطوير وفق قاعدة احترام التعدد وحرية الاختيار من الفقه الإسلامي ونبذ التقليد الأعمى والتعصب والإقصاء والإلغاء والتكفير. وهو يرى أن رجال الدين في معظمهم يشكلون استنساخا فكريا لابد من مواجهته بدعم حرية الفكر والإبداع ونبذ ممارسة الإرهاب الفكري، سواء من قبل المراجع الدينية أو اللوبي الشعبي وما يسمى بالعامة الذين يتحكمون من خلال الجاه أو المال في كثير من القرارات والفتاوى الشرعية. ويطالب بإحياء مقاصد الإسلام الكبرى ومنحها دورا حقيقيا في التشريع كالتوحيد والعدل والخير والحب والجمال والعفاف والطهارة والحرية والمساواة والشورى وحسن الخلق. ويرفض الشيخ الخزنوي الإسلام السياسي، ويرى أن الإسلام يمتلك منظومة أخلاقية من العدل والمساواة والشورى وإصلاح شؤون الناس، ولكن هذا لا يعني أن نصل إلى حد الادعاء أن لنا في الإسلام نظاما سياسيا متكاملا تجسد في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في قيادة مجتمعاتهم كما يحلو لبعض الإسلاميين أن يدعي. ويضيف أن الإسلام السياسي يناقض نفسه حين يدعو إلى فكرة الحاكمية لله، ويقتبس من الحديث الشريف قول النبي لأحد قادته: فإنهم أنزلوك على حكم الله فلا ترضى، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. ليس من حرج في الدعوة للعلمانية. ويستنتج الشيخ الشهيد أن المسلمين ليس عليهم فقط ألا يتحرجوا من العيش مع أي نظام علماني ديمقراطي يؤمن بفصل الدين عن الدولة، بل عليهم أن يدعوا هم إليه، لأن الإسلام دين الله، وهو أسمى من أن يكون مطية لطاغية أو شماعة لجرائمه كما حصل خلال التاريخ. وإننا اليوم بحاجة ماسة إلى أن نضع الحكام أمام مسؤوليتهم وننأى بالدين عن تصرفاتهم لتتمكن الشعوب من محاسبتهم ومحاكمتهم. فقد ولى عهد الأباطرة الذين كانوا يخدعون شعوبهم بأنهم يحكمون باسم الله. ويدافع الخزنوي عن الأفكار الليبرالية في الرأي والرأي الآخر والتعددية وحق الاختلاف وحرية الرأي وحرية الكلمة وحق التعبير وإعذار المخالف، التي يعتبرها البعض مصطلحات غريبة وغربية، ولكنه يؤكد أن المنجز الديمقراطي اليوم مؤسس عبر تاريخ الثقافة الإسلامية، بل إن كثيرا من مصطلحاته ورموزه كانت محل استعمال في الأداء العربي اللغوي. ويضيف أن الرؤية الإسلامية للديمقراطية
تعرضت للاغتيال على يد الفقهاء والسلاطين، وانتقل الموقف السياسي من الاجتهاد إلى مزيد من القمع والقهر، ورسمت الأحكام القاسية الرهيبة تحت اسم مكافحة الزندقة، وتضمنت هذه الأحكام السجن والصلب والسحل والقتل. ويتبنى الخزنوي موقفا متقدما من مسألة تمكين المرأة، وهو يلوم المفكرين وعلماء الدين بالتراجع عن فكرة حركة النهضة والتنوير التي تبناها العلماء المتنورون في القرن الماضي. أما هو فيرى في المرأة شقيقة الرجل، بمعنى أنها تتمتع بكل المزايا والصلاحيات، لا فارق بينها وبين الرجال إلا ما جاء نص صحيح ثابت من الكتاب والسنة قطعي الدلالة بخلاف ذلك، أي بتمييز أحد الجنسين على الآخر لعلل محددة تتغير فيتغير الحكم بتغيرها، وذلك فقط في حدود ما أمر به النص الشرعي من غير أقيسة فاسدة أو خيالات مريضة شاطحة أو إسقاطات نفسية متشنجة. ويدين الشيخ الشهيد مطلقا فكرة الإرهاب المتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية متجاوزة أحكام الله، تروع الآمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين، تجهز على الجرحى وتقتل الأسرى. ونشجب هذه الممارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل لابد من أن تكون مشروعة، فالخطأ لا يعالج بالخطأ، وندعو الأمة للأخذ بأسباب القوة لبناء الذات والمحافظة على الحقوق، ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات وحضارات كبرى. إن الإسلام معدن ثمين كما عبر عنه الشيخ الشهيد، ولكن ما حدث هو أنه عبر رحلة 14 قرنا تراكمت عليه الكثير من الأدران والدنايا التي تعيش عليها طفيليات كثيرة، وإذا ما أردت أن تزيل هذه الطفيليات عن المعدن الثمين هبت في وجهك لئلا يعود الإسلام إلى المسار الصحيح. لقد كان الشيخ مشروعا إسلاميا كرديا للعالم، لقد قال إن البعض قدموا الإسلام مشوها عن طريق السيارات المفخخة، والبعض الآخر عن طريق الميوعة والأفكار التكفيرية، والرهان علينا اليوم نحن الكرد أن نقدم للعالم إسلاما معتدلا بدون ميوعة ولا سيارات مفخخة ولا أفكار تكفيرية. ولأجل ذلك كان يقول ما من أمة إلا وأدخلت الإسلام عبر فلترها الخاص، ولذلك يجب أن يكون هناك إسلام خاص بالكرد يصون ويحافظ على تقاليدهم بما لا يتعارض وجوهر الدين الإسلامي الحنيف. القضية الكردية. لقد نظر الشيخ الشهيد محمد معشوق إلى القضية الكردية فآلمه واقع إنسانه الكردي الذي طالما خضع على أيدي إخوته المسلمين، وتنطع للوقوف في الخط الأول مدافعا عن هذه القضية انطلاقا من ضخامة حجم الظلم الذي لحق بهذا الإنسان، دون أن يدفعه هذه النصرة لإخوانه وبني قومه الكرد إلى اتخاذ موقف عنصري، لأنه كان يرى أن يكون مسلما حقيقيا يعني أن يكون مدافعا عن قضية هذا الشعب. تشنا خليفة من درباس من خازم شوار بيش يكشي دقورزيكا ولوريدا شاريبو ازو فوكسك يلقى يهبون ايشير ظنامدا يعني غريب وجامير نجوه بس بلكي ركاب المهان من بيدت بقراها شعب المكير ولو ام كرماجيد بهبطي مع سكني فقيرو يا ابو عبد الجهين مسلمان يا افم الله فقيرو شاش بو افرد هاتي ولو شعوري ولو دار اسكرن يعني يا دوا از مشي ملقاي بيركبون يعني شيل بيجي صاليبو سرير نازيبو بإشار بدشتكو دبيجو سروكاوي سرير دكتبي
ودبيكو فقير يجي يرو عيدها ما أجي وكما خلق عزيه وكذبي أشوف شبابيكو تكذبي يعني شعب المكير وقتها قو أزبرنا شور دستيخو عبيتا جلك إنسان شنو هذا أبو مرشبوز شهادة أبو تشتيقو بدس كد عبيتا سرسريخو أزبرت حقيقة ولو إيشام وقتها قو زهات منها بريدة بيركا كيديسة شعب المكير مش خورتارا قوت قو قركي قو باصو فيك جهاتية يعني دمك شقا أم الله وشيخ وصوفي شقا أم خدي سوجن شقا سوجن مقرانا قو على قامة بملاتي مرة قوة غريب يعني وحدة بأزلام الحلام التي قبل سكنن غريب تناس كلن أو زلام دميني شاش حوا شيخ ريال بركتيا أفقيرا بينكاكو سنوية تازي اگر از حلاوه سكني بانا برينها زاني با صاحبونا ويصاحبونا منا مرنا ويمرنا منا وبري سهسالي اسمالا ويسري بانا ولكن فقير فين كرقو شيخ ملا ناني خد في داخل كده كن صاحبونا ويشيرا يا وقتيز بمر من المنابرسي يابو تسمالا تجي شيخ شرا او يظن كرتكو تسمع العشيخة وقتكو الشيخ المنابرسي تسمع لا يبرشينا ورغم هذا كان يأبى العمل السياسي المنظم مختصرا دوره في نزع الألغام الإسلامية التي كانت تزرع في وجوه الكرد والمطالبة بحقوقهم في كافة الميادين، مؤكدا أن لا بديل عن الحركة السياسية الكردية فلكل دوره في خدمة القضية الكردية. سئل الشيخ الشهيد ذات مرة: أنك تقترب من حزب ما؟ فقال: إن تحرير الشعوب يبدأ بالعمل، وأنا أعمل، ومن يعمل أيا كان سيجدني بجانبه وفي الميدان. وقال مرة: أنا متطرف في حب قضيتي، وكل من يعمل بهذا النفس سيجدني إلى جانبه. أجل، لم يكن عضوا في حزب كردي، لكنه كان يحفز كل كردي أن يعمل قارعا كل النوم للاستيقاظ من سباتهم العميق. حقا لم يقصر الشيخ في الذود عن الإنسان الكردي من خلال منبر جامعه في البداية، ومن خلال منابر أوسع عندما سنحت له الظروف، فرأى نفسه أنه أقرب إلى أكراد حلبشة من مسلمي البوسنة والهرسك، لذلك فإن استغاثته من أجلهم هي أولى، وهو ما فعله في كل مؤتمر حضر. لقد حضر مؤتمر الشباب العالمي في الرياض وتحدث عن الكرد ومجزرة حلبشة، فسمي أحد شوارع الرياض باسم حلبشة، قائلا آنذاك: إن أحفاد صلاح الدين لا يستحقون كل هذا من المسلمين، وتحدث مطولا. عندها نهض ممثل البرابرة في الصحراء المغربية قائلا: مشكلة شعبي مثل مشكلة الشيخ. فمد الشيخ الشهيد يده إليه مصافحا ومعانقا بحضور السيد عبد الرحمن سوار الذهب رئيس السودان الأسبق، والفلسطيني خالد مشعل، ومفتي لبنان، والدكتور عبد المجيد الزنداني. الثقافة والتراث الكردي. لقد أولع الشيخ الشهيد بالثقافة والتراث الكرديين. صحيح أنه وبسبب ظروفه لم يكن متفرغا للاشتغال عليها كما ينبغي، لكن تلك الروح الشفافة لديه كانت تتوقه إلى حب الجمال، فكان خير متذوق له. لقد أحب الرقصات الكردية الشعبية، ولعل مثل هذا الحب خصيصة امتازت بها أسرته الخزنوية كما قد لا يعرفها الكثيرون. لقد شغف الشيخ نفسه بالرقص، ووجده المقربون منه أكثر من مرة وهو ينخرط في حلبة الرقص الكردية، يرقص الشيخاني، بل ويغني أغنية مؤثرة بالنسبة إليه كان ألفها ولحنها بنفسه، بل وتناول مطلع أغنية كردية معروفة وبدأ يضيف إليها أبياتا راح ينشدها على طريقته مراعيا ألحان الأغنية. وللأسف
لم يتم تسجيلها بصوته. شهيد نمرين دلي مدى لازم خوينا ومبهذا قردي لازم خوينا ومبهذا قردي جبو حقي جياني قربانتكن جبو حقي جياني قربانتكن حتى كاس مظلوم نميني جبو كاس بين داستنا ميني أقر كتيا دل من خونك فيجا من أقر كتيا دل من خونك فيجا من ومزور جاف دور خستن بهفراد استخا هلدن ومزور جاف بار شكرن بهفراد انقخا هلدن. ولقد كان عرس ولده بدر الدين علامة فارقة في تاريخ منطقة الجزيرة، دعا إليه كافة ممثلي الطيف السياسي، وفي فترة حرجة من تاريخ هذه المنطقة حيث جاءت بعد انتفاضة قامشلو كسر الطوق المضروب حول الكرد آنذاك، ودعا الفرق الكردية لإحياء تراثها على مسامع ومرأى الجميع. حلم الشيخ معشوق بإقامة معرض للتراث الكردي بقامشلو، وكان ذلك في رأس أجندة مشاريعه، لكن وللأسف لم يتمكن من تحقيق مثل ذلك الحلم تماما، مثل ذلك الحلم الكبير الذي حدث الكثيرين عنه في تأسيس معهد لتدريس اللغة والثقافة الكردية، معاهدا أن يكون بنفسه أول طلاب هذا المعهد. أظن كلمة قواف كرمانيامي شكسوي نيزيكي تلوه بيهتر شوي عربيامي خوش. وأجر شكستنا كرمانيامي ذهبي نسوجي منا. اگر مدرسه ما هبانا معلمات بازمانه ما يديك چاندا ما كلترا ما مطلقه ويكرمانجيان بشنها باشتر بانا ولكن روكيكو مدرسه وشيربن متى بسجلين ازي كرمانجيا خوزيلك. لم يعرف الشيخ الخوف، وكان على الدوام يقول كلمته في وجه آلة القمع، على الرغم من أن رموزا من السلطة هددوه ما لم يرعوي، إلا أنه واصل أداء رسالته دون أن يتأثر بهذا الوعيد وذاك التهديد. لقد حطم الشيخ الشهيد جدار الخوف، فكان أول من استقبل السفارات الأوروبية في مكتبه لدراسة أحوال الكرد. از هاتم جوالا بيجن ام تمام دست بدست ياك بياك ام خبيه بملتنا. وقت سنوك بيجي القومية الكردية جزء من النسيج السوري. معناه حكم الناس بو مكوري في ولاطي. سعران بو سعرا غير ما. يعني معناه شخوي حبس يمينا دركتن سندانا. معناه شخو معناوينا طلابي ما يقو فصل بون الجامعات ويفقري فرقو أصبح جزءا من النسيج السوري. أو 600,000 يقو نفوسي وانين شخوي نفوسي وانوا فقريش فرقو أصبح جزءا من النسيج السوري. وقتيقو عزوتا وقتی ازودت شونه وظیفه که هم خموصفینن فرعکی مخابرات دبندت نیبسان
دقو كردي من اصل تركي نما كاري بريب سيني وقتاقو عزو تد وظيفة كده بون بجرة قلم عنصركي مخابرات البرنامج دقو خطر على امن الدولة نما كاري كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي زمانك إذا براوا ديو بابي من نابل مذكرن وقتاقو ونابل خدشيان دا نفوسي نابيتا تكو هرتن قيماوي ندها تكو ديني كاوا شيار فلان نما كاري يرو ديني تو بابو كالي خوا تاريخ خوا چان داوا ونابي قندي خوا نابك داني بو دهات النابي وقندي ودقو هرتن افرتكن يرو تخذ بيدا قوست مكو نابي قندي ما مثلا كركي حجير ابو نما كاري ديني تل التين وقتي زارونا وهابون ليسانس بوارنا ماجستير بوارنا دكتوراه بواريا مكو جيزر هاد فروشن ام نما جيزر هاد فروشن وقتي وعز جزء من النسيج السوري بم اذا الحكم افحى قيمتين قونون معناه يشخط حلال متكي قادم. وفي 10 من أيار قامت عصابة من الأجهزة الأمنية باختطاف الشيخ الشهيد، وعبر استجوابات كثيرة تعرض لها ليتنازل عن قضيته العادلة، مورس في حقه آنذاك كافة أشكال الترغيب والترهيب. وعندما وقف الشيخ الشهيد كالجبال الراسية في وجه جلاديه لم يكن من بد إلا الترهيب، فتعرض جسد الشيخ الرقيق لعمليات وحشية من التعذيب نقل على إثرها إلى مشفى تشرين العسكرية بدمشق، حيث حاولت تلك الجهات إنقاذ وإصلاح ما يمكن من ممارستها الوحشية بحقه، إلا أن قدر الله قد جاء وعلى إثرها فارق الشيخ الشهيد الحياة. وأيضا قامت العصابة المجرمة من غير أن تأخذها شفقة أو رحمة، بل على العكس تماما أرادت استغلال اغتيال الشيخ الشهيد لخلق فتنة عرقية ومناطقية عبر دفن جثمان الشيخ الشهيد في أرض مدينة دير الزور. وفي الأول من شهر حزيران اختلقت الأجهزة الأمنية رواية مفقودة المصداقية، وقامت بممارسة أولى حلقاتها عبر اصطحاب أنجال الشيخ الشهيد وبأسلوب أمني عصاباتي إلى مدينة دير الزور لتسليمهم الجثمان الطاهر، وثانيا عبر إخراجها مأجورين يعترفون بالجريمة. في صبيحة الأول من حزيران وعند 11:00 تلقت مدينة قامشلو نبأ الفاجعة المزلزلة، وخرجت بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها تعلوهم غضبة، متجهين لاستقبال الجثمان الطاهر مرددين الشعارات: قامت الجماهير الكردية بتوديع الشيخ الشهيد، حيث قامت بلفه بالعلم الكردي ليضيف اسمه إلى أسماء الخالدين من علماء الكرد من أمثال القاضي محمد والبرزاني الخالد، وبالصلاة عليه في جامعه بحي حلكو، ثم دفنه في مقبرة قدوربك بجانب إخوته شهداء انتفاضة 12 من آذار. لقد رحل الشيخ الشهيد دفاعا عن مظلومية شعبه،
تاركا بصمات واضحة في تاريخ الكرد، شهيدا لها حيث استجاب الله دعوته التي دعاها على جبل عرفات عندما حج إلى بيت الله الحرام عام 82، حيث قال: اللهم أمتني مظلوما لا ظالما، اللهم أمتني شهيدا. وعندما سأله أحد أصدقائه: كيف تموت شهيدا ولا حرب بين الإسلام وأعدائه؟ فأجابهم الشيخ الشهيد: من مات دون حقه فهو شهيد. لست بحاجة، إذا كان البعض بحاجة إلى أن يحتفل بالموت، فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت، إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة. من الذي نومكم؟ من الذي أفهمكم أن الحياة لا توهب إلا للموتى أمثالي وأمثالكم؟ إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم، لكن الحقيقة أن من يطلب من أحد أن يشتم أهله ينبغي أن يبصق في وجهه. اسمح لي أن أقول لك ولأمثالك من شهداء هذه الأمة: نحن جميعا، أنا وأنتم وكل أبناء شعبك يا فرهاد، نحن شركاء في دمك، شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة. كان يا كارو خبات، كاني دبستانا ولات، كاني شيخين بابي مراد، كاني معشوق خزنوي، كاني معشوق خزنوي، كاني چیای برمزن، كاني مرخاس دل حسن، كدنگ خورتو مروجن، كاني معشوق خزنوي، كاني معشوق خزنوي، كخزنوي كان قشبند، كاني مرجيرو لوند، كاني شبال كاني هفند، كاني معشوق خزنوي، كاني معشوق خزنوي، كاقامش لو كاسر هلدان، كاني فرهاد كاني جوان، كاقيفارا كاني سيوان، كاني معشوق خزنوي، كاني معشوق خزنوي، كادنج على صور زر، كاميراني كاني هنر، كاني خبات كاني شر، كاني معشوق خزنوي، كاني معشوق خزنوي، دايب ويدنج زلال، طافي بشين كاشو نوال، سليل ليل وك غزب